قضية النهاردة قضية محيرة جدا، أنا شايفاها كده، لأن في كم أدلة على المتهم رهيبة. مفيش مجرم عمل جريمة وساب كل الأدلة دي وراه كأنه بيقول لهم أنا اللي ارتكبتها، أو هو بيداري على حد. تعالوا نشوفوا مع بعض إيه اللي حصل. بالتحديد 4 إبريل 2023 الساعة 2:30 صباحا في سان فرانسيسكو يوم الثلاث، بيظهر شاب قدام الكاميرا أمام مبنى في الشارع وهو ماشي بيترنح كأنه سكران، ماشي ومش قادر يصلب طوله، كل ما يحاول يقوم من الأرض يقع تاني، مش قادر يصلب طوله. بتمر عربية جنبه بيحاول يشاور لها عشان تسعفه بس مفيش حد وقف له. وبعد شوية بيلاحظ فيه عربية واقفة وفيها سواق جواها بيشاور له وبيرفع له قميصه عشان يبين له الجروح الموجودة على جسمه. هو كان مطعون 3 طعنات ومش قادر يقف عشان كده، لكن العربية ما وقفتلوش ولا أسعفته ومشت. بس الظاهر ان هي اتصلت بالإسعاف وجم شافوه. الإسعاف لما جم شافوه كان هو طبعا في حالة مزرية جدا، نزف كتير، مطعون 3 طعنات، أخدوه على طول على الطوارئ. وطبعا ما كانش في حالة تسمح ان هم ياخدوا منه معلومات. وبعد ساعات من وصوله المستشفى كان مات. اسمه روبرت هارولد لي، كانوا بينادوله بباب لي. كان المدير التنفيذي لشركة موبايل كوين للتكنولوجيا، وواحد من المؤسسين المشاركين في تطبيق كاش اب. اشتغل في أكبر الشركات، كانوا بيتهاتفوا عليه من أول ما اتخرج من جامعة في ولاية ميسوري. كان مهندس مبرمجيات اشتغل فيها، وبعد كده اشتغل في مايكروسوفت، وبعديها بسنة اشتغل في AT&T، وبعد كده اشتغل في جوجل. وفي سنة 2013 ساعد في إنشاء تطبيق كاش اب، وكمان في تطبيق سكوير كاش، وكان مشارك في تطبيقات البورصة والعملات المشفرة. يعني كان عبقري من عباقرة التكنولوجيا. مؤسس تويتر اللي هو جاك دوريس عرض عليه ان هو يشتغل معاه، بس شكله شايف ان هي المؤسسة مش بمستواه، يعني هو مستواه اعلى من ان هو يشتغل في مؤسسة زي دي بعد ما اشتغل كل المؤسسات اللي اشتغل فيها قبل كده، وقال له ان هو مش هيقدر على مرتبه، وطبعا رفض العرض. هو من مواليد ولاية ميسوري، اتولد في 1979 في 20 ديسمبر، وعنده أخ واحد اسمه تيم. كان متجوز وانفصل عن مراته في 2019، كان له بينها بنتين، علاقته بيهم كويسة جدا وبين مراته مفيش مشاكل ما بينهم. الطب الشرعي لما حلل جثته لقوا فيه نسبة مخدرات وكحول. أصدقائه قالوا إن هو كان متعاطي، وإن هو عنده علاقات نسائية كتير، وإن هو كان بيتردد على حفلات اللي هي فيها كل الموبقات. وفي الحفلات دي اتعرف على واحدة اسمها كازار ماني، هي من أصول إيرانية، كانت عايشة في أمريكا، وهي طفلة صغيرة هربت هي وأخوها وأمها من أبوهم. واضح إن أبوهم كان من نوع التوكسيك، والأم هي اللي تولت رعايتهم، حاولت بكل ما تقدر عليه إن هي تربيهم وتلبي لهم احتياجاتهم. أخوها اضطر إن هو يقوم بدور الأب لأنه الراجل الوحيد الموجود في الأسرة. الأخ ده كان اسمه نيما، كان برضو شغال في التكنولوجيا بس مش بنفس مهارة وإبداع بوب. وعلى حسب حسابه على موقع لينكد إن إنه شغال من سنة 2005 كمستشار لتكنولوجيا المعلومات لشركة إكسباند للتكنولوجيا، وإنه دخل شراكة مع عملاء في مجال تمويل الرعاية الصحية. الآراء اختلفت في شخصية الأخ، في ناس قالوا عليه إنه محترم ولطيف وخدوم، وفي ناس قالوا عنه متهور وعصبي، وده لأنه سنة 2004 اتهم بالقيادة وهو سكران، وبعديها ب7 سنين في سنة 2011 كان بيسوق برخصة قيادة موقوفة، وكمان اتهم بأن هو كان بيبيع سكاكين اللي هي مطوية اللي هي بتتحط في الجيب. أما بالنسبة لتهمة القيادة برخصة موقوفة اتحكم عليه بالسجن لمدة 10 أيام و3 سنين تحت المراقبة. ده بالنسبة للأخ. أما الأخت كازار فهي متجوزة، ومتجوزة من جراح تجميل مشهور وغني اسمه دكتور دينو، عايشة معاه في شقة قيمتها 2 مليون دولار. الناس اللي حواليها شايفة إن هي عايشة حياة سعيدة مثالية، بس الظاهر اللي هي مش راضية عن حياتها دي، وبتلجأ بقى للخمور والتعاطي والحفلات إياها. الأخ مش راضي عن علاقتها ببوب، وكمان كان حاقد عليه لأنه كان على علاقة بصاحبته السابقة، فعلاقته بأخته وعلاقته بصاحبته السابقة ده مخليه حاقد عليه وغضبان منه. واللي زود غضبه وحقد على بوب
إن هي كانت سهرانة معاه في الليلة اللي قبل ما اتقتل فيها، كانوا سهرين في الحفلات إياها. فاقت من اللي هي كانت فيه، لقت نفسها عريانة تماما. اتصلت بأخوها واتصلت بجوزها عشان يجوا ياخدوها. فهو متصور أخوها إن هو بوب هو اللي عمل فيها كده، إن هو حاول يعمل معاها علاقة وهي رفضت، فده زود حقده وغضبه عليه، وده اللي ادى الدافع للشرطة ان تتهمه ان هو السبب في قتل بوب، طبعا بالإضافة للأدلة اللي جمعتها الشرطة. يوم الجريمة بيظهر بوب قدام الكاميرات وهو داخل المبنى اللي فيه شقة كازار، كانت الساعة 12:39 صباحا. وبعد كده بيظهر قدام الكاميرات الساعة 2:03 صباحا وهو مع أخوها وهما في المصعد. وبعد كده بيطلعوا الاتنين سوا وبيركبوا عربية BMW بتاعة الأخ ومتجهين على الشارع الرئيسي اللي موجودة فيه الشقة، رايحين لمنطقة منعزلة ضلمة كانت على جنوب الشارع الرئيسي. وظهر في الكاميرا إن هما ركنوا العربية لمدة 5 دقايق، وبعد كده أحد الرجلين اتجه ناحية الآخر وواضح إن هو كان بيضربه، بس الإضاءة وكانت الصورة ما كانتش واضحة عشان الدنيا كانت ضلمة. بس طبعا تصوروا إن الأخ هو اللي طعن بوب وطعنه 3 طعنات، وبعد كده أخد عربيته ومشى. وبعد كده بيظهر بوب وهو بيحاول يمشي ويقف على حاله وبيقع وبيقف تاني لغاية ما بيقع نص الشارع وتيجي الأسعاف وبتشيله. وطبعا الشرطة بتيجي بتطوق المكان اللي هو مسرح الجريمة الشارع كله، وبيكتشفوا بقى الدم موجود في الأرصفة، وبيلاقوا سلاح الجريمة عبارة عن سكين مطبخ لقوها في مكان انتظار عربيات كان عليها دم والحمض النووي الخاص ببوب ونيما. كل الأدلة والكاميرات بتثبت إن نيما هو اللي كان مع بوب وإن هو الجاني. وفي 13 إبريل تم القبض عليه، وفي الاستجواب أنكر إن هو قتل بوب على الرغم من وجود الأدلة والدافع والكاميرات المراقبة وسلاح الجريمة اللي طلع نفس ماركة السكاكين الموجودة في شقة أخته. أما الدفاع شكك إن اختبار الحمض النووي غير دقيق، وإنه لو كان مجرم كان هرب، وإنه ما عندوش سابقة قبل كده اعتقال في جريمة عنيفة. طبعا لغاية دلوقتي التحقيقات لسه شغالة وما اتحكمش عليه. أما الأخت جزار بعد شهور بالتحديد في ديسمبر اتقبض عليها، وده لأنها خبطت كذا عربية واقفة وهي تحت تأثير المخدرات. أنا حاسة في القضية دي في شيء مش ظاهر، في شيء خفي، في لغز في الموضوع. يعني عمري ما شفت مجرم بيرتكب جريمة بينزل الشارع عشان يقتل بني آدم، ما كان موجود عنده في الشقة متداري وعارف إن في كاميرات في شارع حيوي زي ده، يعني كل حاجة متسجلة وظاهرة، وبعدين يسيب سلاح الجريمة بدم وبحمض النووي. طب ما كان ياخده معاه أو يمسحه، يعني مفيش منطق في الموضوع. وعارف إن هو متسجل كاميرات في الشقة وفي قصدي في المدخل العمارة وهيبقى ظاهر معاه. حاسة في ممكن يكون في قطع في التسجيل الكاميرات وما ظهرش الشخص اللي قتله وهو بيداري عليه مثلا، أو عارف إن هو ما عملش الجريمة فهيطلع منها والشخص اللي ارتكب الجريمة هينفد منها، الله أعلم يعني. بس أنا حاسة في شيء مش داخل عقلي. في بني آدم ممكن يقتل واحد في الشارع، ياخده من البيت وينزل بيه في الشارع، وليه نازل معاه طواعية يعني مش واخده بالغصب. يعني واضح في كاميرات المراقبة إن هما نازلين بكامل محض إرادته، يعني أكيد رايحين يقابلوا حد في شيء، يعني في خطة يعني مش مستوعباه يعني. ده اللي شدني في الجريمة أو في القضية. انتوا ايه رأيكم؟ واشوفكم على خير في قضية جديدة. سلام.